بصوا بقى الجمال والحمار والحلاوة دي يا جماعة، بجد مكرونة خطيرة خطيرة بمعنى الكلمة ولا طعمها حكاية بجد هيعجبكوا اوي اوي اوي، والصلصة بجد هتتعمل بطريقة تحفة، مكرونة باللحمة المفرومة لازم تجربوها هتلاقوا طعم خطير. أول حاجة معانا كيس من المكرونة كيلو، ومعايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا معجون من الصلصة، وكيس من الصلصة اللي أنا مخزناها، ومكعبين مرقة، ومعلقة كبيرة ملح، ومعلقة فلفل أسمر، ومعلقة ال7 بهارات. في المية بتاعتي هنزل بمعلقة ملح كده وشوية زيت عشان المكرونة متمسكش في بعض، وبعدين على جنب في الحلة بتاعتي هنزل بالسمنة، ولما المية تغلي هنزل كده بالمكرونة بتاعتي علشان تتسلق واديها قلبة كده واسيبها تتسلق مع نفسها. لما السمنة تسيح انزل بقى بالبصل بتاعي اللي انا مقطعاه، انا كنت مقطعة بصلة كبيرة اوي، والبصل برضو بيدي طعم للصلصة، وابتدي ان انا اقلب فيها. لازم البصل بتاع صلصة المكرونة نخليه يغمق خالص كده، يعني نديله فرصة عشان يلون لنا الصلصة بتاعتنا لون حلو، وبعد ما يوصل للون ده هنزل بمعجون الصلصة بتاعي، وابتدي ان انا اقلب وانزل عليها برشة ملح زي ما احنا شايفين كده، معلقة ملح صغيرة، وابتدي ان انا اقلب كل ده علشان الصلصة تتحمر كده مع السمنة. دي برضو تركاية بتفرق جامد جدا. هنزل بمكعب مرقة واسيبها كده تغلي مع السمنة مع نفسها، ابتدي ان انا اقلب الصلصة والملح والمكعب كده في السمنة بتاعتي، بجد بتفرق جامد. وبعدين هنزل بالكيس بتاع الصلصة بتاعي، وبعد ما تتسبك كده شوية هنزل باللحمة المفرومة، وابتدي ان انا اسيبها كده شوية، وانزل بقى بالفلفل الاسمر والملح وال7 بهارات واقلبهم، وافضل اقلب كده شوية صغيرة، وبرضو اسيبها تتسبك بقى جامد. اللحمة بقى المفرومة يا جماعة هتنزل بالشوربة بتاعتها في الصلصة، وهتعمل طعم خطير للصلصة وللمكرونة. أول ما تتسبك بقى هنزل كده في الحلة اللي أنا هعمل فيها المكرونة بمعلقة من السمنة، مش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي، والصلصة هنا بتاعتي اهي جهزت. هنزل بقى بشوية منها على الحلة بتاعة المكرونة، وبعدين هنزل بالمكرونة بتاعتي كلها. اعملوها بالطريقة دي بجد خطيرة خطيرة خطيرة. وابتدي بقى ان انا اقلب المكرونة بتاعتي مع شوية الصلصة اللي انا نزلت بيهم. اللحمة المفرومة عاملة فرق خطير في الريحة والطعم، والشوربة بتاعتها نزلت كده في الصلصة هتعجبكوا اوي اوي. وبعدين هنزل بكمية الصلصة التانيين، وابتدي بقى ان انا اقلب، وبجد هتطلع حاجة تحفة. الطعم وهم بجد، انا كنت مبسوطة بطعمها جدا، ولونها كان احمر، واللحمة المفرومة عاملة طعم جميل جدا وخطير، والصلصة الطريقة اللي احنا عملناها مدية طعم جامد جدا للمكرونة. لازم تجربوا الصلصة بالطريقة دي، وبجد الطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. لو عايزين تعملوا أكلة سريعة تعجبكوا اوي، شايفين بقى يا جماعة، شايفين بجد الجمال والحمار والشكل اللي يفتح النفس على الأكل ده. لازم تجربوها وتكتبولي رأيكم في التعليقات، واعملولي لايك وسبسكرايب، واستنوني في كل جديد. باي باي.